اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اهلا بكم من مطبخي، مطبخ حلو حد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، والمتابعين الجداد وجودكم دايما مكترنا كده ومزودنا ومشرفنا. النهارده هتعملي ايه يا بنتي ام احمد؟ انتوا وعدتينا النهارده هنعمل المطبخ وهنقلب وهنسوي. عايزه اقول لكم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. انت يا اختي انت وهي عايزه تعملي حاجه، بس بصوا الدنيا بقى بتمشيك على هوا زي ما بيقولوا. انا طبعا قفلت الفيديو معاكم امبارح، الدنيا كانت تضرب تقلب. الغسالة فيها غسيل قد كده عايز يتغسل، والمطبخ بتاعي مكركب ومواعين وحاجات كتير 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 ما اقولكوش. كان بصوا ما فيش طبق نظيف وما فيش معلقه نظيفه، كله كان متوسخ. لاني يعتبر طول النهار بفرش الشقه، وكمان كان عندي شغل، فكانت الدنيا صعبه قوي، ما قدرتش اخش المطبخ طول النهار امبارح. يا دوب خلصت الشغل بتاعي وكملت فرش في الشقه. قلت عشان خاطر افرشها، لان احنا مش عارفين ندوس على البلاط. البلاط ساقع قوي قوي ومش قادرين ندوس عليه. بنتي بقى تعبانه بقالها يومين لينا. جت بقى التعب زاد عليها. اللي هو امبارح انا منزلكوا الفيديو بتاعي امبارح ده، اللي هو امبارح بالليل. المفروض بقى ان انا اخش المطبخ مثلا على الاقل اغسل مواعين وارتبه واظبطه وانام، وبعد كده اقوم تاني يوم الصبح اللي هو النهارده نعمل بقى الروتين اللي هنعمله في المطبخ، سواء تنظيفات، مسح رخام، نغسل بقى تحت الحوض والبوتاجاز وورا البوتاجاز والحاجات دي اللي كنت ناويه اعملها معاكم. والتلاجة كمان كنت عايزه ادهنها معاكم عشان كان فيها البورمه، او البرومه كانت ماشيه فيها زي ما انتوا عارفين، كانت مصديه يعني. فكل الحاجات دي كنا نعملها مع بعض، بس جت بالليل تعبت قوي قوي مني قبل ما اعمل كل الحاجات دي. فاخدتها ورحت عند الدكتور، كشفت عليها. وعايزه اقول لكم انا بقى طول النهار بناحي، طول النهار بفرش في الشقه وبغسل في سجاجيد، بفرش في سجاجيد وبعمل وبجري وبشتغل وعماله اجري من هنا لهنا لهنا لهنا. انا عايزه اقول لكم انا رحت عند الدكتور ماشيه نزلت مكسحه. نزلت بستند على الحيطان وحياة ربنا. اللي هو خلاص فصلت معايا وهي ونور. بعدت جبت ابره مسكنه كده اخدتها، بس حرفيا يعني مش قادره اعمل اي حاجه. فما رضيتش اجي على نفسي، وقلت انا هرتاح النهارده، هعمل بس الغدا بتاعه الفطار مش عارفه ايه وهرتاح. وبكره ان شاء الله ربنا يا رب يا رب ما يجيب حاجه وحشه نعمل الروتين بتاعنا. حتى هتلاحظوا ان انا ما نزلتلكوش حاجه على حلو حد ام احمد، لاني ما صورتش حاجه. كنت ناويه ان شاء الله اعمل لكم وصفه النهارده من حلويات بتاعه رمضان، بس ما قدرتش والله ان انا اعمل حاجه. اول ما قمت من النوم النهارده، هي الابره ريحتني شويه بس برضو لسه تعبانه. اول ما قمت من النوم طبعا اول حاجه اعملها ان انا لميت المواعين من كل مكان، كانت في كل مكان مواعين، وغسلتها الاول. وغسلت البوتاجاز، ده اول حاجه عملتها. غسلت البوتاجاز ومسحت الرخام وغسلت مواعين على قد ما قادره، ولسه الباقي هكمله ان شاء الله بعد الفطار. وعملت لنا كده شويه مهلبيه، لان هي الدكتور قال لي تاكل مهلبيه جيلي حاجات كده، لان عندها طفيلات كتير فمش قادره ان هي تاكل اي اكل خالص. ادعوا لي يا بنات بالله عليكم ربنا يشفيها كده ويعافيها يا رب. وخلصت بقى الفطار بتاعي وقمت على طول. خلصت بقيه المواعين ودخلت عشان احضر الغدا، لان احنا عايزين النهارده الغدا بدري لان احمد عنده دروس. ربنا يعيننا ويقوينا. بصوا هقول لكم حاجه، عشان كتير قوي بصوا ان الناس دخلت لي على الخاص والكومنتات كلها انت دهنتي ازاي يا ام احمد؟ كلفتي كام يا ام احمد؟ عملتها ازاي يا ام احمد؟ طب هي سهله ولا صعبه؟ طب احنا هنعمل ايه؟ طب هنسوي ايه؟ عايزه اقول لكم مبدئيا الموضوع مش سهل، يعني عشان تبقى متفقين الموضوع مش سهل، اكيد مش سهل. انت بقى واحده بتحب تتحدي نفسك بقى ومش عارفه ايه وضربه الدنيا طناش. اعملي. هي هتطلع حلوه، هو انا مش هقول لك هيبوظ منك، هو مفيش حاجه هتبوظ، بس الموضوع ما بقاش سهل في بيت موجود فيه ناس عايشين وولاد، فاهمني؟ هدوم بقى بتتوسخ وعزال فانت ايه، رتبي امورك الاول. مثلا لو انت هتعملي اوضه تفضيها من الحاجه اللي انت خايفه عليها غطيها. هاتي ملايات قديمه وغطي، طلعي هدوم قديمه ليكي وللعيال يلبسوها اليومين اللي هتدهنوا فيهم، ما تلبسوش الا هم، لان لحوسه السنين مهما تقولي هحافظ مش هتقدري تحافظي، والعيال هتلحوس الدنيا. فده ولمي سجاد الشقه كله، يعني حتى لو سجاد في اخر الشقه هيتوسخ برضه، لان رجلان العيال بتاخد من هنا وتروح تودع السجاد. والدهان توسخه صعب، حتى لو بلاستيك ما بيطلعش. البلاستيك ما بيطلع، ممكن يطلع من العزال، يعني ممكن يطلع من الخشب، بنسايسه بنعمله بطلع. ان كان عندي في البوفيه والنيش طلع، وهقول لكم طلعته ازاي برضه، وازاي رجعته زي الاول او احسن كمان. اللهم صل على النبي كده، صلوا على النبي يا بنات، وما تنسوش تحطوا لايك. بصوا يا ست الكل انت وهي، مبدئيا لما جيت ادهن الاوضه بتاعتي غلطت غلطات كتير فيها فتعلمت. يعني غلطت غلطات كتير ان انا جبت نوع مش حلو قوي، مش عارفه ايه. غلطت حاجات كتير. انا اما جيت ادهن الصاله بتاعتي، اولا هتجيبي معجون عشان اكيد الصاله بتاعتك او المكان بتاعك بيبقى فيه مثلا حتت مفحره، حتت مقشره، حتت من تحت بايشه مثلا، او الدهان واقع منها.
فالحتت دي لو انت ما عملتهاش بمعجون ما بتبقاش مظبوطه معاكي، يعني بتبقى باينه في الدهان اللي انت هتعمليه برضو ان فيها فحر، ومش مش الحيطه جايه مسويه وميه واحده كده. فالاول تجيبي معجون قبلها بيومين، وتمسكي بقى كل الحتت المقشره. لو انت عندك من تحت، انا كان عندي الصاله من تحت كانت الحيطه بايله، يعني الدهان قابب، فمسكته كله كحته كله خالص خالص، وبعد كده صنفرتها عشان تبقى ناعمه، وبعد كده عملتها بالمعجون. ده اول حاجه عملتها من فتره كمان. انت بقى قبل ما تدهني ب3 ايام مثلا هاتي معجون الاول، ما تجيبيش الحاجه مره واحده عشان ما تحسيش بيه، وهاتي سكينه معجون وابدأي معجني كل الاماكن دي، تمام. وبعد كده سيبيها تنشف يوم، وتاني يوم هاتي صنفره وصنفريها. صنفريها ليه بقى؟ عشان تبقى سوى الحيطه وتبقى ناعمه وحلوه، تمام. هتشتري بقى، انا هقول لكم اللي انا جبته، وفي حاجات اعلى، يعني اللي انا جبته ده يمكن اللي هو لا هو حلو ولا هو وحش، وسط، فاهمني؟ في حاجات اعلى من اللي انا جبتها، بس طبعا التكلفه هتبقى كتير. انا جبت معجون اللي هو بلاستيك اللي هو CLC. انا جبت 30 30. في بقى انواع 70 70، وفي انواع عاليه قوي، بس دي بتبقى غاليه في السعر، فعشان كده ما جبتهاش. ده بيبقى مط، يعني بيبقى مطفي وشكله ما بقاش لذيذ احسن حاجه، بس احنا بنحط عليه ايه بقى؟ الورنيش المائي، وده اما نيجي عند الخطوه دي هنتكلم وهنقول عليها. فانا جبت معجون CLC 30 30، يعني بتروح للراجل تقول له انا عايزه بلاستيك 30 30، هو هيفهمك، هو هيفهم انت عايز ايه. في من اول كيلو. طب مثلا يا ام احمد انا هعمل اوضه، هتعملي اوضه انت بس، الراجل اللي انت بتشتري منه بيبقى فاهم. يعني هتقولي له انا هعمل اوضه 3 في 4، انا هعمل اوضه 4 في 4، انا هعمل اوضه 5 في 5، انا هعمل اوضه 6 في 8، اي مقاس انت عايزاه هتقولي له انا عايزه كذا. يعني انا رحت، هم بيبقوا فاهمين في الكلام ده. يعني انا عندي مثلا الحيطه ال 4 متر اخدت 2 كيلو، فاهمني؟ حيطه واحده اخدت 2 كيلو، وش واحد. الكلام ده لو انت هتعملي وش واحد، ملهاش دعوه بالسقفيات، يعني بتكلم بس على على الحيطه. فانت لما بتروحي للراجل قول له مثلا قيس الاوضه بتاعتك كام في كام بالظبط، وقولي له انا هعمل اوضه مثلا 3 في 4 او 4 في 4، هو هيبقى فاهم وهيديك المقدار المناسب. طبعا هتجيبيها، انا جبت الجردل اللي هو الكبير. الجردل ده مثلا اخد ازازه ميه، لازم تخفيه بميه لانه بيبقى تقيل قوي، بتفرغيه من الكيس بتاعه وبتحطي ازازه ميه وبتبداي تقلبيه بايدك كويس جدا جدا لما بينعم كده ويخشوا مع بعضه. النصيحه، انا جبت الروله الكبيره والصغيره. الروله الكبيره بتوقع، يعني احنا ما بنعرفش نتعامل معاها، فبتيجي ترفعيها بتوقع كتير وبتهدر كتير، يعني يعني بتوقع معجون كتير، دهان كتير، وبتهدر، هتلاقيكي نص بتاع الدهان وقع على الارض. انما الرولة الصغيرة هي بتعمل فسفوسة بفسفوسة، يعني صغننة كده، وبتعملي حتة صغننة بحتة صغيرة، يعني من الاخر عله، وبتقعدي تعملي في الحتة ساعتين 3، بس مش مشكلة، ما بتوقعش، بتلاقيكي محافظة على الدهان، ما بيقعش كتير، لان اللي بيقع ده كله العيال يعني بتبهدله، وبيجي في رجليكم، وكمان بتهدري الدهان، والدهان غالي. انا جايبه الجردل الكبير ده اللي هو دهان للصاله بتاعتي، الصاله بس اللي هي دي. وما عملتش السقف، انا ما عملتش السقف ابيض على فكره، السقف كان هو، انا عملت بس يعني الحز بتاع الفورمه، والحز اللي هو في الحرف، والحز اللي في النص، والقب والرسمه، بس انا ما عملتش السقف نفسه، انا سبته زي ما هو، تمام. اديتها وش واحد بس بطانه ابيض، لازم تعطيها وش على الابيض، يعني زي ما هو ابيض كده تديها وش، وبعد كده تبداي بقى تعملي اللون وتديها كمان وش. لو انت حابه بقى تديها وشين عادي براحتك، بس هتبقى الموضوع مكلف، هتضطري ان انت تشتري جردل اكبر، فهمتوني؟ فانت بقى حته الجردل بكام دي، هو عامه انا هكلمك من اول الكيلو. الكيلو بيبقى ب 58 جنيه، الكيلو بيبقى ب 58 جنيه. انت بقى مثلا الحيطه الواحده اللي هي ال 4 متر زي ما قلت لكم اخدت 2 كيلو، فانت ممكن بقى ايه، شوفي الموضوع هيبقى معاكي، هياخد 7 كيلو 8 كيلو، شوفي هتاخد معاكي كام. فمثلا الصاله دي جبت لها الجردل الكبير اللي هو عامل 500 جنيه، اللي هي الصاله الاولانيه مش اللي جوه دي، اللي جوه دي اخدت معايا بالظبط 4 كيلو. لان انا عامله حيطتين اتنين، انا عامله الحيطه دي والحيطه اللي في وشها، اللي في الوش اللي عند الشباك ما عملتهاش. ده انا سبتها زي ما هي، دي كان اصلا لونها كده، وانا سبتها زي ما هي، هي معفنه، هي مش باينه في التصوير، بس الستاره بتداريها، يعني هنا ستاره كبيره ما بتبانش فيها اي حاجه، فانا ما دهنتهاش لان هي كده كده مش باينه. فانا قلت انا هدهنها واكلفها على الفاضي ليه؟ فانا يعتبر عملت الحيطتين دول بس، اخدوا معايا 4 كيلو دهان بلاستيك. انا جبت بقى البلاستيك، اديت الاول طبقه بطانه بيضه وسبتها تنشف، هي بتاخد تقريبا ساعه ساعه ما بتنشف، وبعد كده حطيت اللون، انا جبت لون بني وحطيت منه لما وصلت للدرجه اللي هي عامله زي البيج او الشاي بلبن دي. وبدات بقى ان انا بعد ما نشف خالص تماما، طبعا احنا معجنين والمعجون ناشف ومصنفرينه والدنيا متظبطه من قبلها بيومين، لان المعجون بياخد يوم كامل عما ينشف، خلي بالك عشان ما تعمليش المعجون وتقولي بعدها بساعتين هشتغل، لا، المعجون بياخد يوم كامل عما بينشف. احنا بنحط الميه وبعد كده بنقلب، وبعد كده بقى ايه بتديها ابيض، لو انت هتعملي السقف ابيض كمان بتعمليه،
وبعد كده بتبداي تحطي اللون وتعطي وتدهني بقى ايه واحده واحده. هاتي كرتونه بتاعت شيبسي وحطها تحت كده عند الروله في الحيطه اللي انت بتدهني فيها، عشان ايه اللي يقع او نقط تقع او نقط بسيطه تقع عليها، علشان خاطر ما يعني ايه ما تحكسيش الدنيا. حاولي تغطي مثلا لو في انتريه، لو في اي حاجه دخلها اوض واقفلي عليها. حاولي تلم الدنيا على قد ما انت قادره. الهدوم اللي هتلبسيها تبقى مش عايزاها بعد كده خلاص هتترمى. برضو العيال الهدوم اللي يلبسوها، هي اي العيال مش هتدهن، بس ان هم يبقوا امر من اللي بيدهنوا. هتلاقي شعرهم وهدومهم وهدوم الداخليه نفسها فيها دهان، انت ما هتفهميش ازاي. فحافظه كده على الدنيا عشان خاطر البهدله بتاعت العيال يعني امر من الدهان نفسه. تمام. لو انت هتعملي حاجه في السقف بقى، بتجيبي سلم عالي زي ما احنا جبنا كده وبنطلع نعمل عليه. هتدي الوش التاني وبعد كده هتسيبيه ينشف. مثلا هو اخد معايا 3 ساعات، سبته 3 ساعات، وبعد كده جبت حاجه اسمها ورنيش مائي. الورنيش المائي ده الجردل بيكفي، يعني الجردل كفالي الصاله بتاعتي، بس مش كفاها كلها. الصاله الاول كف عمل حطين ونص، الجردل عمل حطين ونص، ورجعت جبت جردل تاني عملت نص الحيطه الباقيه، والحطين اللي هما الناحيه التانيه اللي عند السفره وعند البوفيه. تمام، يعني جردلين كفولي المكان كله. الجردل بكام؟ الجردل عامل 217 جنيه. الورنيش المائي ايه فايدته يا ام احمد؟ ده عشان خاطر تعرفي تغسلي الحيطه بعد كده. الدهان اللي احنا عاملينه البلاستيك ده مطفي، يعني لو جيتي تغسليه هيطلع، فاهمني؟ هيطلع معاكي مش هيتغسل. إيه، يعني مش بتكلم كان يغسله، يعني العيال لحوسه مثلا الحيطه، ايدهم طبعت كده يعني، مش هتعرفي تمسحيه ولا تعرفي تغسليه بعد كده، ما هينفعش، هتلاقيه بيطلع معاكي. فالورنيش المائي ده بيخليكي بعد كده تقدري تمسحي الحيطه بفوطه مبلوله، برضو مش هنغسلها بسلك ولا كلام من، لان ده مهما كان بلاستيك مش زيت. هنمسحها بقى بفوطه مبلوله، بسفنجه سبونشه مطبخ كده مبلوله، من لحوسه العيال، ايد العيال مش عارفه ايه كده. هيبقى عند كوبس الكهرباء مثلا، ايد العيال مش نظيفه ففتحت الكهرباء فبطبعت بطعت، فتقدري ان انت بعد كده تقدري تمسحيه. فده زي ما قلت لكم بتعملي الورنيش المائي. لو انت بقى حابه تعملي حاجه عاليه بقى، ده يتكلف معاكي كتير. فمثلا لو انا عملت اوضه يا ام احمد هتتكلف معايا كام؟ لو انت عملت اوضه هتجيبي معجون، مثلا لو انت ما جبتيش معجون، لو انت الاوضه بتاعتك نظيفه مش هتحتاجي معجون، هتجيبي جردل اللي هو ب 500 وحاجه و20 تقريبا، وهتجيبي جردل ورنيش مائي ب 217، وهتجيبي لك روله صغيره ب 20 جنيه، وهتجيبي لك كمان فرشه عشان لو حتت كده ما بين السقف والحاجه تقدري انت تظبطيها. ونصيحه مني لما تيجي تدهني قبل ما تدربي اللون، شيلي شويه دهان ابيض على جنب في جردل صغير او في علبه صغيره، عشان لو جيتي لحوست حته في السقف ولا عملت حاجه تقدري تعالجيها بعد كده. ولو فاض معاكي شويه دهان صغيرين برضو حافظي عليهم، لان وارد ان العيال تطبع بايدها او يحصل اي مشكله، او بعد ما الدهان ينشف تلاقي حته مش مظبوطه فتقدري ان انت تعالجيها. فمثلا الاوضه ممكن تتكلف معاكي في رينج كده ايه 700 800 جنيه كده ولا حاجه. لو انت هتعملي مثلا صاله زي بتاعتي دي، الصاله بتاعتي على فكره كبيره، تتعدى مثلا 4 في 4، يعني الصالة بتاعتي كبيرة، الصالة دي كبيرة مش صغيرة، ممكن تيجي 4 في 4 أو أكتر كمان. يعني